مساء الخير، مساء السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. موليكا الكونغولي في الأهلي، ده آخر كلام سامعينه من الصحف التركية إن موليكا هيبقى في الأهلي في خلال ساعات. حقيقي، أتمنى يكون حقيقي. القصة كلها مع أمير توفيق، ويقال إن أمير في تركيا فعلا في الوقت ده. الكلام ده برضو علشان ما ندخلش في شائعات ومش شائعات. صدقه بناخده دايما من صفحتنا الرسمية في النادي الأهلي، ولما بنشوف أمير متصور مع اللاعب يعني اللي بيتم التعاقد معاه. أتمنى يا رب يكون إن شاء الله الخبر صح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا جماعة، سيبكم الدوشة اللي حاصلة دي، الدوشة والرغي وأصل ده مش عارفة ينتمي لمين، وده بياخد منشطات، وانا مش هسكت على اللي قالوا على فرقتي انهم بياخدوا منشطات. هو يا جماعه مش احنا اللي قلنا على فكره. سيبكم بقى من الدوشه اللي انتوا سامعينها دي كلها كلام وخلاص. على اساس ايه؟ ان ما يبقاش فيه اللجنه او لجنه اللي هي بتاعت المنشطات دي، اللي هي انا مش فاهمه يعني الاهلاويه اللي عمالين يطالبوا بتواجد اللجنه ومش لجنه. ايه ثقتكم يعني برضو في اي حد في المنظومه الرياضيه المصريه؟ يعني الثقه دي انتوا جايبينها منين؟ يعني مين بيتعامل في المنظومه الرياضيه المصريه بضمير او باحترام او بادب او او يعني باستثناء النادي الاهلي؟ ثقتك في ان المهنيه والاحترافيه والضمير ويعني الحاجات دي كلها مش موجوده. مش هنقول منعدمه، بس بنسبه كبيره مش موجوده. يعني حضرتك هو لو ده بيطبق ولا ده موجود، كان في ناس كتير مش هنشوفهم في الساحه الرياضيه دي من اصلا بره المساله. فيا جماعه معلش، احنا مش عايزين برضو نقعد نتكلم في حاجات احنا ما احناش عارفين. يعني ما نطالبش بحاجات وخلاص بنضيع في وقتنا على الفاضي، موجودين او مش موجودين. والكلام اللي عمال يتقال الدوشه كتيره دي بس عشان ايه؟ ياخدوا العين في حته تانية بعيد عن موضوع مهم. مين الحكم اللي جاي ومن انه دوري؟ هيجيبوا حكم تظبيط للماتش ده، هيجيبوا لك حكم يعني بص، يعني اسوأ حكم فيك يا مصر. لا مش هيبقى احسن منه، عشان احنا ما عندناش حكم احسن من حد. يعني شبه اسوأ حكم موجود عندنا، يعني بصرف النظر يعني. فانا لا عندي ثقه في اختياراتهم للتحكيم، ولا عندي ثقه في ان هم هيجيبوا او اللجنه لو عملت او منشطات مش منشطات. اساسا في موضوع المنشطات اساسا راح فين؟ موضوع عبد الله وموضوع فتوح راحوا فين؟ مش يعني النبي صلوا على النبي في قلبكم كده واهدوا شويه. لا هيجيبوا ولا مش هيجيبوا. فانا بقول لكم بس يا جمهور النادي الاهلي، نهدى كده، سيبكم من الكلام الفارغ ده. احنا عندنا ماتش مهم، دعم لعيبتنا مهم جدا 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 الفتره دي. يعني احنا محتاجين ندعم اللعيبه جدا والفرقه. احنا عايزين بس ندعم فرقتنا، بس ندعم اللعيبه. كل لعيبه النادي الاهلي لازم يشوفوا الدعم مننا. سيبكم من اي كلام، سيبكم من اي تشويش، سيبكم من اي هبد ورغي وحاجات كلها تافهه ما تاخدناش في سكك تانية. حتى موضوع مهاجم مدافع في تعاقدات، ارجوكم احنا قلنا كده الخبر على السريع. احنا مش محتاجين نرغي كتير في اي حاجه. احنا معانا لعيبه محترمه ما شاء الله، لعيبه رائعه، كل لعيبه ابتدت ترجع تقريبا لمستواها. محمد هاني ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك يا جماعه. محمد هاني محتاج ندعمه زي ما انتقدناه كتير جدا. انا واحده من الناس انتقدته كتير جدا جدا جدا. يعني انا بقول ان محمد هاني ده محمد هاني جديد خالص. لاعب بجد عنده روح عاليه جدا، عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي فعلا. فمحتاج ان احنا ندعمه. حسين الشحات طبعا، كهروب اللي عيني كهرب في الساحه الرياضيه وجو الجو الرياضي كله. يعني الحقيقه الناس اتكهربت يا عيني، تحس انهم جالهم هلع كده، وهم ما كانوش ناقصين كهرباء ما شاء الله. تحسهم كانوا هم مشحونين لوحدهم، يعني محطوطين كده على الجهاز الشحن طول اليوم. بس كهرباء الحقيقه يعني الحقيقه قضى تقريبا على اللي كان باقي في عقول ناس كتير يعني. لكن ان شاء الله باذن الله احنا بندعم النادي الاهلي، بندعم لعيبه النادي الاهلي جدا جدا جدا. ده اللي مهم. مين جاي مين رايح مين مش عارف ايه مش قصتنا. سيبكم من اي كلام. محتاجين من النهارده اليوم السبت ان شاء الله دعم كامل للنادي الاهلي. اداره النادي الاهلي لازم ترفع قضيه على اللي اسمه اسامه مش عارفه ايه بتاع الزمالك ده، اللي طلع يهدد لعيبتنا، عايز لعيبتهم ان هم يعني ياذوا لعيبه الاهلي. واي لعيب يبقى قدامك تجيبه على الارض، ده تحريض مباشر. ده بيطلع اجيال المفروض زي ما قال الاعلامي العظيم. الحقيقه الفتره دي بقى الفتره بجد حاله منفرده في الاعلام المصري، شبانه. فانا شايفه ان محمد شبانه زي ما قال
ده يعتبر تحريض، والمفروض طبعا هو بيقول لك ان المفروض اول لما اداره الزمالك تمشي انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه يا جماعه. يعني دي الحقيقه يعني ما كنتش موافق فيها. يمشوا مين؟ يعني حضرتك يعني على اساس ان هو الوحيد فيهم، الوحيد اللي في المنظومه او في نادي الزمالك هو اللي بيحرض يعني. ماشي يا استاذ محمد شبانه على دعمك للحق يعني. فانا اتمنى ان اداره النادي الاهلي ترفع على اسامه ده قضيه، اسامه حسن، لان ما ينفع، اعتقد ان اسمه اسامه حسن يعني، لان لازم حق النادي الاهلي يجي، ما ينفعش بقى مش ده كمان حد هيحميه اكيد يعني. فسيبكم برضو من كل ده، واحنا هنفضل داعمين للنادي الاهلي، والاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟